السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، يا صباح الهنا على حضراتكم، صباح الورد والنشاط، صباحكم معطر بذكر الله، اذكروا الله وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا هاقول لِك إزاي تغيّري شكل إيديكِ لو إيديكِ باينة شكلها أكبر من سنِّك، دايمًا تلاقيها كده مشرّحة، شكلها مش حلو ومش عاجبِك. هاقول لِك على خطوات تعمليها وهتشتري حاجة واحدة بس ب6 جنيه، هتخلّي إيدِك دي تتغيّر تمامًا 180 درجة. تعالي يا ست البنات معايا نشوف النهارده فكرة الفيديو بتاعنا الحلو جدًا. هاقول لِك على منتجات هتستعمليها إن شاء الله تغيّر إيدِك تمامًا شكلها بإذن الله، تخلّي شكلها حلو وطرية وبيضة وزي الورد. يالّا بينا. طبق بلاستيك فيه مَيّة سخنة، هاحط عليها معلقة كبيرة من الكربوناتو، معلقة كبيرة من الشاور الجل. طيب ما عنديش شاور جل، كيس شامبو. تمام. أبسط الإمكانيات، أنا باحاول إن أنا أسهل على حضراتكم المواضيع خالص يعني. هتنقعي إيدِك من تِلت ساعة لنُص ساعة في المَيّة السخنة دي. طبعًا شكلها لو شكلها ناشفة أوي أو فيها تعريجات كتير أو حاجات من دي، حطيها نُص ساعة. يعني حاجة بسيطة يبقى من تِلت ساعة لنُص ساعة. تمام. هتطلّعي إيديكِ من المَيّة، تبدئي تنشّفي إيديكِ بالفوطة. هنعمل سكراب تقشير اللي هو عبارة عن معلقة كبيرة من البُن، معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من زيت الزيتون. ما عنديش زيت زيتون يا لولو، معلقة كبيرة من مَيّة الورد. تمام. يبقى معلقة كبيرة من البُن، معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من مَيّة ورد أو زيت زيتون. تقلّبيهم على بعض في طبق وتبدئي تاخدي السكراب ده وتبدئي تفركي إيديكِ الاتنين بيهم. بعد ما تفركي إيديكِ بيهم لمدة 10 دقايق، طبعًا إحنا كده بنشيل خلايا الجلد الميتة اللي هي فوق، الطبقة الخارجية خالص، لإن إحنا كده عملنا لها عملية إن هي تطرى من المَيّة السخنة اللي إحنا حاطين إيدنا فيها. تمام. وأثناء ما أنتِ في إيدِك في المَيّة السخنة بفرشة المعجون الأسنان تكون مثلًا قديمة عند حضرتِك والّا حاجة، تبدئي تدعكي عند ضوافرِك، لإن بيبقى حواليها جلد ميت وبينزّل كل بقى الاتساخات اللي في الضوافر وحوالين الصابع والكلام ده كله. تمام. بعد كده هنعمل السكراب اللي هو عبارة عن البن والسكر وزيت الزيتون أو مَيّة الورد، وحضرتِك تفركي إيدِك بيهم كويس جدًا. طيب خلّصنا فرك إيديكِ، تبدئي تغسليهم في نفس المَيّة اللي إحنا كنا ناقعين إيدينا فيها. تمام. بعد كده هناخد حضرتك هنشتري من الصيدلية هي حاجة واحدة هنشتريها، اللي هو الجوانتي الفحص اللي هو الأبيض ده. تمام. مش الشفاف لأ البلاستيك. تبدئي تجيبيه قبل ما تلبسيه في إيديكِ. طبعًا هنحط طبقة من كريم الكرباميد. أنا كنت ذكرته قبل كده حضراتكم في فيديوهات سابقة، اللي هو فيه يوريا كتير، فدايمًا استعملي لإيديكِ ورجليكِ كُعب رجليكِ، حلو جدًا بجد وهينفعك جدًا. كريم كرباميد، بعد ما تدهني إيديكِ كريم كرباميد، بعد كده هتجيبي فازلين طبي. تمام. وتحطي طبقة فازلين فوق الكريم. الاتنين، أيوه الاتنين. تمام. بعد كده هتلبسي الجوانتي وتنامي بيه لغاية الصبح. هتصحي بقى هتدعي لي دعوة حلوة من قلبِك، لإنِّك هتلاقي فرق كبير جدًا في شكل إيديكِ قبل ما عملنا كل الخطوات دي، وشكل إيديكِ بعد ما عملنا كل الخطوات دي. هتلاقي إيديكِ طِرِت جدًا ونعمت واتغيّرت تمامًا، تمامًا عن الشكل الأولاني. طيب هو أنا مسموح ليّا إن أنا أعمل الحاجات دي أكتر من مرّة؟ مسموح لحضرتك تعمليها مرتين في الأسبوع. ونفس الطريقة لكُعب رجليكِ، برضه نفس الحكاية، بس بدل ما نلبس بقى جوانتي ما فيش جوانتي في الرجلين، هنلبس شراب قبل ما ننام وتنامي وتصبحي الصبح إن شاء الله هتلاقي كُعب رجليكِ زي الفل ونضيفة جدًا وطرية جدًا، وكل التشقُّقات اللي أنتِ موجودة في رجليكِ بمرور العملية ديّة هتروح تمامًا. وبعد كده ندهن بالمورد اللي قُلت لحضراتكم عليه لكُعوب الرجلين، اللي هو عبارة عن الفازلين مع دم غزال. تدهني بحاجة بسيطة كده يدّي بقى لكعب رجلِك لون الورد البامبا الجميل ده. وادعوا لي دعوة حلوة من قلوبكم، مش عايزة غير دعوة حلوة. كل سنة وحضراتكم طيبين بأول رجب. وباشكر حضراتكم جدًا على التعليقات الجميلة ودعمكم ليّا. باشكر حضراتكم أوي، أوي والله. ما تنسونيش بس في الاشتراك في القناة وتعملوا لي لايك عشان يرفع لي الفيديو. ويا رب كل المعلومات اللي باقولها لحضراتكم تنفعكم. شكرًا ليكم جدًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.